مهند، انت اللي جابك هنا عشق؟ وانت مالك؟ وسبته ومشيت ودخلت الغرفة اللي فيها اللابتوب بتاع داوود. وراها دخل مهند. عشق، استغفر الله العظيم، هو انت بتراقبني ومشي ورايا ليه؟ مهند بسخرية. ليه ما يكونش ملكتي جمال عالم وانا معرفش؟ عشق، لا يا بابا، انا المهندسة عشق رسلان. اتصدم مهند لانه ما كانش متوقع انه دي المهندسة اللي هتفتح اللابتوب. مهند بسخرية. انتي اللي هتفتحي اللابتوب اللي 100 مهندس ما عرفش يفتحه؟ عشق بغيظ. تضحك قوي. انا مش بحب الكلام، انا بحب الافعال، وانت هتشوف دلوقتي هفتحه ولا لا. دخل عليهم ابو مهند. عشق وهي بتتكلم مع ابو مهند. حضرتك انا المهندسة عشق رسلان، وحضرتك الرائد مهند الجرحي، مش صح كده؟ انا بسمع عن حضرتك كتير. صحيح انا مش مصرية، بس انا بسمع عنك كلام كتير، انك الصقر وبتحل كل القضايا الصعبة، وانك ذكي جدا وافضل واحد في الادارة. مهند بضحك. شكرا شكرا. عشق بغيظ. ايه اللي ضحكك بعدين؟ انت مالك؟ ايه اللي شكرا شكرا؟ انا بتكلم مع الاستاذ مهند. مهند. انا بضحك عليكي على انك بتتكلمي مع الشخص الغلط. انا هو المهند. عادي يعني، ليه الفخر ده؟ انت انسان عادي، رائد مهند الجرحي زيك زي اي رائد، زي اي انسان. مهند اتغاظ عشان كانت عمالة تمدح فيه، ودلوقتي غيرت الكلام. استاذ مهند، اللابتوب بتاع استاذ داود اهو. مهند اخده من السكرتيرة ووداه لعشق. يلا ورينا شطارتك. مهند بتقليد لعشق. انا مش بحب الكلام الكتير، انا بحب الافعال، ودلوقتي هتشوف. عشق بغيظ. وانا لسه عندي كلامي، ودلوقتي هتشوف. عشق اخدت اللاب وبدأت تفتحه، وفي خلال 10 دقايق كانت عشق فتحت اللاب. عشق بفخر. قلتلك بحب الافعال، واديني فعل. مهند بصدمة. انت ازاي عملتيها وبسرعة كده؟ لا لا، في حاجة غلط، اكيد بتضحكي عليا. عشق. ومهند كان سارح بضحكتها. يخرب بيتك وانتي بتضحكي. عشق. افندم. مهند فاق. لا لا ولا حاجة، اتكلمي عدل. عشق. بنت، اما تبتك ما تحترم نفسك يا ابني، يا ابني ادم، ما انت وانا شغالة عندك وتركته عشق وطلعت، وهي طلع شافت سيف. سيف. ايه ده تاني؟ عشق. اليوم المهبب ده الصبر لله. سيف. هو انتي بتعملي ايه هنا؟ عشق. انا المهندسة عشق رسلان. سيف. بجد؟ وانا رائد سيف محمد وبيلقبوني بالثعلب. عشق. اتشرفنا، انا بسمع عنك كتير انت والصقر، رجال المهمات الصعبة. سيف. ده الشرف لي انا. وفجأة قطعهم مهند. الله الله على الناس اللي سايبة شغلها واقفة تضحك. سيف. يا عم خليك في نفسك. وتركتهم عشق وذهبت لمنزلها. اتصلت على اختها اللي عايشة في تركيا وطمنتها عليها، واختها قالت انها يومين وهتيجي مصر. هتصفي الشركة في تركيا وتقول لها. عشقة بدلت ملابسها وطلعت تسهر في البار. مهند طلع هو وسيف يسهروا. كانت عشقة مع واحدة صديقتها في البار وبيرقصوا. فجأة جه حد شدها. عشق. انت بتعمل ايه يا متخلف؟ انت ازاي تلمسني يا بني ادم انت؟ مهند أخدها في مكان هادئ على جنب وحط ايده على فمها. هش هش، اللي هو سعيد اتصل بيا وقال بعد ما داوود الكاشف اتحبس ابنه عايز ينتقم، وعارف انه انت اللي فتحتيه، وبلغني انه لازم احميكي من ابنه، فهمتي؟ وشال ايده من عليها. عشق. وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ مهند. ولا حاجة، هتيجي عندي في البيت. عشق. افندم اعمل ايه؟ انت بني ادم حقير، ازاي تفتكر كده؟ بس خلاص، ايه ما صدقتي فتحتي؟ انت اللي تفكيرك شمال. انا مش قاعد في بيت لوحدي، هتيجي في البيت ماما وبابا وكمان سيف وابن خالتي، فهمتي؟ عشق. كويس، بس انا اقعد معاكم ليه؟ انا اعرف احمي نفسي كويس. مهند بمقاطعة. ده امر من اللي هو سعيد، لو عليا مش عايز، انا ما بطيقكش اصلا. عشق. ولا برضو بطيئك، شعور متبادل. مهند. خلاص خلصتي يلي عشان تجيبي.
الهدوم بتاعتك. ذهب أم مهند وعشق لمنزل عشق عشان تجيب هدومها. في شقة عشق بتلم هدومها، ومهند وقف مستنيها، وفجأة هجم عليهم 4 أشخاص مسلحين. مهند قدر يضربهم ويتفاداهم، لكن فجأة واحد ضرب نار عليهم والرصاصة جت في ايد مهند. وكان راجل تاني كان هيضربه بالنار، بس فجأة عشق أخدت المسدس وضربت بيه الراجل. عشق: انت كويس؟ خلاص انا قضيت عليه. الله يخرب بيتك، خلتني قاتلة، وكمان قتلته. وقامت تتنطط زي الأطفال: هي أنا اللي قتلته. وشغلت الأغاني اللي كانوا قدامها وفضلت تغني: ايه أما اللي في قلبي أنتو ملكوش حاجة، يختي على الغمازة لون عينيها كفيل يخضني. ايه وقف يا بنت، ايه الهبال ده؟ مش دلوقتي، ده انا ايدي بتوجعني قوي. تمام، طيب يلا نروح على المستشفى. ركبت السيارة بتاع مهند وعشق اللي كانت سيئة، وكانت بتسوق بسرعة على الآخر لأنه مهند كان بيفقد الوعي. في المستشفى نقلوه على النقالة ودخلوا غرفة العمليات وطلعوا الرصاصة من كتفه. عشقة فضلت مستنية، فجأة رنت على سيف وخبرته باللي حصل. سيف روح، وعشقة حكت له كل اللي حصل وما خبرش أبوه وأمه عشان ما يقلقوش على سيف. وسيف أصر إنه يخرج من المستشفى النهاردة ويبتش الليلة. طلعوا وروحوا للبيت. هنا أم مهند: ايه ده يا مهند، انت اللي عمل فيك كده؟ وبدأت تبكي. ابو مهند: ايه ده يا ابني، اللي عمل فيك كده؟ مهند: داوود الكاشف هو اللي بعت رجالته علشان يقتلوا عشق، بس انا لحقتهم والحمد لله جت على قد كده. هنا ام مهند شاورت على عشق: مين دي يا مهند؟ سيف: عشقي يا خالته اللي كانت مقصودة تتقتل. هنا: يا عيني عليك يا بنتي، يعني انتي كنتي ممكن تكوني ميتة دلوقتي لولا مهند. عشق: يا طنط. سيف: ايه هنفضل واقفين؟ انا هموت من الجوع. مهند: تلم كده، همك على بطنك. كلهم ضحكوا عليه. عشق طلعت، راحت غيرت هدومها، لبست فستان قصير يصل للركبة ورفعت شعرها وكانت قمر قوي. نزلت وكانوا قاعدين على السفرة كلهم. أول ما عشق نزلت، مهند وسيف بصوا عليها وتنحوا. مهند لاحظ انه سيف بيبصلها قوي ومعجب بيها. مهند ضايق جدا، هو معرفش اتضايق ليه. مهند: نحنا هنا، ايه ما صدقت؟ سيف اتحرج منهم: طيب خلاص يا اخويا. وعشق ضحكت عليهم وقعدوا يفطروا. سيف: يا لهوي على العسل بقى، انا كل يوم هشوف العسل ده وانا بفطر. هي مصر فيها قمر كده؟ عشق: بس انا مش من مصر. كلهم اتفاجئوا: ازاي بس بتتكلمي نفس اللغة ونفس اللهجة؟ عشق: انا